السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. الآن في هذا الفيديو سنرى المعمم الذي اسمه زين العابدين في بث وعد اللامي، حيث يفتح موضوع أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر بوجود 12 خليفة في كتب السنة، وسوف يقلب هذا السؤال عليه إن شاء الله. لا تنسوا الاشتراك في القناة، جزاكم الله كل خير. 12 خليفة ابن تيمية 12 خليفة. حلو، 12 خليفة. تريد اسم هذا الإمام الثاني عشر حسب مباني السنة ولا مباني الشيعة؟ تفضل حسب مبانيك أنت وابن تيمية. حلو، هل من مباني السنة أنه يجب أن يكون معلوم اسم الثاني عشر؟ تفضل. إذا ابن تيمية كذاب، إذا ابن تيمية كذاب كل العالم قول لهم ابن تيمية كذاب. لا، ابن تيمية يتأول كما يتأول علماء. لا 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 لا, لا عزيزي يا محترم ابن تيمية مو أنت اللي تحكم عليه يتأول وما يتأول. ابن تيمية عالم. نعم. وأنتم تقولون اسمعني، أنتم تقولون أنه أعلم علماء الأمة ابن تيمية، وأنتم ماشيين على نهجه. إذا ابن تيمية قاعد يكذب قولوا للناس ابن تيمية كذاب وفضوها. ابن تيمية يعني أنت مثلا لما صديق بن بابويه قال النبي يسهو كان يكذب. يا محترم يا محترم كان يكذب عليكم الصديق يا محترم ولا كان يتأول؟ يا محترم والله ما انطيك مجال تاخذني لغير موضوع. انا مو من ذول اللي انا بنفس الموضوع. اسمع انا مو عبالك من ذول اللي ينقادون منا لغير مواضيع. لا ولا انا كمان منهم ولا انا كمان، بس انا مع اكراما بالحاج وعد راح اعرف معك. اسمع الانسان اللي ما جاوبته. من هو الخليفه الثاني عشر عندك؟ جميل، احسن. من اشترط من اهل السنه انه يجب ان يعلم اسم الثاني عشر؟ ابن تيميه. وين قال انه يجب ان يعلم الثاني في عشر؟ منهاج السنه. افتح المصدر يلا. انه قال يجب ان يعلم اسم الثاني عشر. راح اكتبها على ورقه واطالبك فيها الان. هذا النص. دقيقه اهدى انت مو قلت وين قال؟ اهدى. لا، وين قال انه يجب ان يعلم الثاني عشر؟ اهدى عزيزي اهدى شويه هدوء. خلينا نشوف ابن تيميه قال 12 خليفه لو لا؟ يا حبيبي يا فلذا كبدي هو قال وهكذا كان. وعلى اساس انت يعني تقول لي جيب النص على اساس انت ما تعرفه يا عيني. اعرفه وعندي. اي خلاص اذا تعرفه وعندك، اذا تعرفه وعندك يجب ان يعلم. ليش تتحجج بهاي الحجج الباطله؟ عالم يجتهد يقول لا ماكو يجتهد. يقول عندنا خلفاء 12 وهذا النص مالتهم. نعم هذا رايه عادي، شو المشكله؟ لا مو رايه شنو؟ يقول ناس. وين قال نص؟ هذا يصدق اسمعهم والله. اليوم لو تكذب ابن تيميه لو تكذب روحك. تفضل. ما كذبوا، هاي النص قدامي اللي انت بتقرا منه راح تقرا. ما لي علاقه النص قدامك، ليش انا اعتمد عليك وعلى معلوماتك. هكذا كان الخلفاء. منهاج السنه الامويه في نقد كلام الشيعه القدريه لابن تيميه يقول في صفحه 519 وفي النسخ القديمه الجزء الثامن 239 يقول وفي لفظ لا يزال الإسلام عزيزا إلى 12 خليفة كلهم من قريش. 12 شنو حبيبي؟ خليفة. عافية عليك يا سبع. يقول وهكذا كان، فكان الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي صلوات الله عليه، ثم تولى من اجتمع الناس عليه وصار له عز ومنعه. من هو؟ معاوية وابنه يزيد، ثم عبد الملك وأولاده الأربعة وبينهم عمر بن عبد العزيز. سؤال: من هو الخليفة الثاني عشر عند ابن تيمية سيدكم؟ جميل، انتهيت؟ تفضل. أحسنت. ابن تيمية اجتهد ورأى أنه يوجد 12 كلهم كانوا خلفاء وكلهم وكلهم لا تقاطع. اول شيء النبي عليه الصلاه والسلام لا سمى ال 12. يا اخي بدكم نسولف ولا نروح؟ مع السلامه. يعني ابن تيميه ده يكذب على المسلمين. اصبر شوي. خلي اسمعني ما بصير هيك خلص ننهي الحوار خلص. الى عاد ابن تيميه منين جاب؟ خلينا نتكلم يا رجل. مش انا بحترمك وبكتم يا عزيزي. ابن تيميه منين جاب هاي الاسماء ال 12؟ ممكن تسكت عشان اكمل؟ تفضل. خلص خلينا نتكلم. ما بصير يا شيخ زين العابدين. تفضل عزيزي. مو قاعد ما بصير انت تلزمني. ما بصير انت تلزمني تمسك لي عصا وتحطني بالزاويه. بدك تحكي غصب عنك. اجب للفائده. مو هيك الحوار يا اخي نبغى طيب خلونا نتكلم. يا عزيزي لساني جالدك.
يا عزيزي تفضل اتكلم. ابن تيميه يقول 12 وعدد اسماء، ابن تيميه منين جاب هاي الاسماء؟ ممكن تسكر الميكروفون لو سمحت؟ عزيزي دا اسالك سؤال امام الملأ، ابن تيميه منين جاب هاي الاسماء؟ طيب ممكن تسكر الميكروفون لو سمحت؟ يلا تفضل. ممكن تكبرني؟ اعطي مداخلتي ما تقاطعني، وانا ما اقاطعك، لو تقعد نص ساعه ما اقاطعك، وانت كمان رجاء تكون مثلي. تفضل. طيب شوفوا يا جماعه، شيخ اول شيء النبي عليه الصلاه والسلام قال 12 خليفه كلهم من قريش. حلو. النبي عليه الصلاه والسلام ذكر انه يوجد 12 خليفه والنبي ما سماهم، تركهم للناس، تركهم ما سماهم ابدا. ايضا هذا الشيء عند الشيعه، الخوئي قال الروايات حددت 12 عدد ما حددت اسماء، كمان عندكم نفس الشيء كما قال سيدكم الخوئي في كتاب صراط النجاح. هذا كذب، هذا كذب وهسه راح لا مو كذب، لا مو كذب، كذاب اقسم بالله. هسه راح اطلع لك الروايات الصحيحه. يلا اطلع لك اياها يعني. كذاب. دقيقه اهدى، هسه جاوبت. طيب ليش انت سجل على ورقه؟ لا ما جاوبت، ما كملت. شوف اخواني الاعزاء، شوف اخواني، انا ما كملت. لا ما يجوز لك تاتي بكلام للسيد الخوئي الا بالدليل، جيب الدليل. عندك جواب. خلينا نكمل. لا ما من حقك، احنا عندنا بنظام البث يجب ان تاتي بالدليل مع هذا، اما تسحبه تاتي بالدليل. خلينا نكمل لو سمحت. تفضل. يعني ليش انا ضيف عليكم وبسمع للاخر وانتم ما تسمعوني ليش؟ ماشي. انا ذكرت كلام الخوي. لحظه، لماذا طلبت من الشيخ زين العابدين ان ياتيك بحديث الخلفاء مباشره والدليل، والان انت ما تاتي بدليل كلام السيد الخوئي؟ اصبر شوي خلينا نكمل. اصبر. ايضا هذا تلميذ ابن تيميه ابن كثير في كتاب تفسير القرآن العظيم يذكر نفس الحديث، طبعا في لفظ اميرا وخليفه نفس الشيء، او رجلا كمان، اكثر من لفظ بصحيح مسلم كله موجود ورا بعض. انت ليش ما تطلع صورتك ابو يزيد؟ ليش ما تطلع صورتك؟ ما احب كيف؟ الايام القادمه ان شاء الله. واصل هذا الحديث ثابت في الصحيحين من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال امر الناس ماضيا ما وليهم 12 رجلا. ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة خفيت عليه فسألت أبي ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كلهم من قريش. وهذا لفظ مسلم. ومعنى هذا الحديث البشارة بوجود 12 خليفة صالحا يقيم الحق ويعدل فيهم، ولا يلزم من هذا تواليهم وتتابع أيامهم، بل قد وجد منهم 4 على نسق، وهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ومنهم عمر بن عبد العزيز بلا شك عند الأئمة، وبعض بني العباس عند الأئمة وبعض بني العباس، ولا تقوم الساعة حتى تكون ولايتهم لا محالة. والظاهر أن منهم المهدي المبشر به في الأحاديث الواردة بذكره. ماشي. فذكر أنه يواطئ المهدي 12. أعد. نعم المهدي، والظاهر أن منهم المهدي المبشر به في الأحاديث الواردة. يعني إذا النبي بشر باسمه محمد، أنت تقول ما ذكر اسمه. هذا تأويل، هذا شرح العلماء، تأويل العلماء. يعني المهدي منهم ولا مو منهم الآن؟ ابدعت يا ابو كريم. يلا هاوفلك اياها لك. طيب اصبر ممكن تصبر شوي. ماشي. اللهم صل على سيدنا محمد. ان منهم المهدي المبشر به في الاحاديث الوارده بذكره، فذكر انه يواطئ اسم النبي واسم ابيه اسم ابيه، فيملا الارض قسطا وعدلا كما ملئت. وليس هذا بالمنتظر الذي تتوهم الرافضه وجوده ثم ظهوره من سرداب سامراء، فان ذلك ليس له حقيقه ولا وجود بالكليه، بل هو من هوس العقول السخيفه وتوهم الخيالات. دقيقة وليس المراد دقيقة الخلفاء ال12 الذين يعتقد فيهم ال12 من الروافض. أقول لك اهدى. هذا السخيف ابن السخيف منو؟ شفت؟ عزيزي بس اهدى. هذا السخيف ابن السخيف منو؟ الشيعي اللي يقول انهم هؤلاء. بس تهدى لي، سألتك سؤال. هذا السخيف ابن السخيف اللي قاعد تقرأ له منو؟ سخيف هو الشيعي اللي يعتقد انه المهدي. لا انا مشي تمتك. انت سالتني هذا النص. بس دقيقه. الله يقول واعتدوا عليهم بمثل ما. هذا السخيف ابن السخيف من هو هذا اللي تقرا له؟ جميل. اول شيء السخيف هو الذي عزيزي بدي اسالك سؤال انت اسالك ما تعرف تجاوب. هذا صاحب الكتاب السخيف ابن السخيف منو؟ السخيف هو الذي يعتقد بوجود المهدي الغائب. بدي اسالك سؤال جاوبني. من هذا السخيف ابن السخيف؟ السخيف هو انت يعني تعتقد بالمهدي. يا عزيزي انت تريد تنهزم قول لي تنهزم وروح. انا رديت عليك. علماء يقولوا هذول يا عزيزي انت منين ليش الكتم يعني ليش الكتم؟ انت منين تقرا من يا كتاب يا محترم؟ اقرا من كتاب تفسير القرآن العظيم لابن كثير. هذا زين. هسه اجى واحد سبنا قال انتم سخفاء، احنا شو نقول له؟ انت ايضا سخيف. احنا مو معتدين لان هذا ده يعتدي علينا. اعطيتك شرح الحديث